حياكم الله حبايب بوصفة جديدة، واليوم راح نسوي الكاهي العراقي. حتى نسوي كاهي عراقي من هذا اللي يحبه قلبكم راح نحتاج لنا هنا 5 كواب طحين بالضبط، طحين صفر أبيض، راح نخليه بكاسة حلوة مرتبة، وهنا عندنا رشة ملح تقريبا نص ملعقة طعام. سهلة جدا الوصفة وبسيطة بس طيبة وكل العراقيين يحبوها. نخلط الملح بهذا الشكل ونسوي لنا فتح حفرة هيك بالنص بالطحين، ونجيب مي دافي نصب لنا أول قلاص ونخليه بهذا الشكل، وبعدين نحرك الطحين بهذا الشكل على مود نبدأ شوية شوية نجانس الطحين ويا المي بالتدريج. خلينا أول قلاص وهسه راح نخلي قلاص المي الثاني بهذا الشكل. نضيف قلاص المي الثاني وهم نبقى نخلط العجين شوية شوية. وبعدين هنا نفس ما تشوفون ضفت قلاصين مي، وهنا راح اضيف يعني نص قلاص بالضبط نضيفه الباقي الخليط مالتنا، ونبدا نعجن. طبعا هذه هيك بس على مود احرك الطحين، انا راح اعجن بايدي، فايدكم شويه تبللوها وتبدون تعجنون العجينه بهذا الشكل لحد ما تتجانس عندكم وتصير قطعه معدله. تعجنون العجينة بهذا الشكل على طريقة الخبز العراقي. شايفين شلون نعجن؟ هاي دائما أنا طريقتي بالعجن. وهنا تدهنون ايدكم زبدة بزيت وتبدون تكملون العجن، بحيث العجينة اليوم احنا نريدها عجينة دهنية، فراح نستخدم زبدة اليوم بتحضير الكاهي العراقي. فتجيبوا لكم فد قالب زبدة وتموعوه وتجهزوه للعجينة مالتكم. ورا ما عجننا العجينة صارت عندنا مرتبة بهذا الشكل، نبدأ نفرش العجينة بهذا الشكل. تطولون بهاي الطريقة تسووها على مود تصير عندكم العجينة مرتبة. تقطعوها بهذا الشكل إلى 4 أقسام. نقطع العجينة مالتنا إلى 8 أقسام نفس ما تشوفون. نعجن العجينة مالتنا نسويها على شكل كرة. بعدين نخلي العجينة مالتنا كلها بقالب حلو مرتب ونسلفنه على مود ما يلوحه أي تراب أو شيء، ونعوف العجينة ترتاح 10 دقائق ونرجع لها. نفس ما تشوفون هنا العجينة مالتنا جاهزة ورا 10 دقائق، بحيث العجينة ارتاحت على مود نبدأ نشتغل بها. خلي العجينة على صفحة ونجيب الرول الخشب مالتنا اللي راح نستخدمه لفرد العجينة. أول شيء المكان كله ندهنه بالزبدة، ونبدأ بالأول بإيدنا نفرد العجينة مالتنا، وبعدين راح نستخدم الرول الخشب. اول شيء الرول الخشب ندهنه بالزبده، ونفس ما قلت لكم المكان هم يندهن زبده. اليوم راح نستخدم العجينه لازم نغرقها بالزبده. فايش راح نسوي؟ راح نفرش العجينه فرش بحيث نخليها تصير كلش رقيقه ايش قد ما تتصورون، يعني بحيث نفرش العجينه بطريقه تصير كلش رقيقه، يعني بحيث تخلي ايدك جوا العجينه تبين. نفرشها فرش مرتب بهذا الشكل، ونجيب الفرشه مالتنا وندهن كل العجينه بالزبده. وهسه من راح نطبق العجينة هم نفس الشيء، كل ما نطبق ندهن بالزبدة شلون البقلاوة. هم ندهن هذا الطرف بهذا الشكل، وبعدين نرجع هذا الطرف من هنا ونطبقها نسويها مربعة. وهم ما ننسى هنا الزبدة، وبعدين نطبقها بهذا الشكل. هم نرجع هذا الطرف وتصير عندنا قطعة مربعة ومدهونة بالزبدة، بحيث عجينة كلش طرية ومرتبة بهذا الشكل. ما شاء الله تخبل. هذه قطعة الكاهي جاهزة عندنا. نجهز بعد كم قطعة نفس ما شفتوا، أنا عندي 8، يعني كل قطعة راح أسويها بحيث يصير عندي 8 قطع من الكاهي. والطريقة سهلة جدا نفس ما شفتوا. نفرد العجينة نطبقها منا وأهم شيء ندهنها كلها زبدة. وتصير عندنا قطعة مرتبة من الكاهي بهذا الشكل. هنا الكاهي جاهز عندنا. هسه رأسا على الفرن على درجة حرارة 180. أول ما يتحمر هيك من فوق عندنا يكون جاهز. خليه بالفرن وارجع لكم. هنا أنا سويت الشيرة نفس ما تشوفون، بس الشيرة شوية مع الكاهي تكون شوية ثخينة. هنا صفح راح يطلع لكم طريقة تحضير الشيرة اللي سويتها على مود تجهزوها بسيطة جدا. هاي الشيرة جاهزة عندنا هنا، نخليها على صفحة. وهنا الكاهي صار جاهز عندنا وطلع حار من الفرن. النقعة بالشيرة يعني مغرقة بالشيرة بحيث العجينة تصير كلش طرية وتذبل عندنا، ويصير عندنا الكاهي جاهز. قدرون تخلون عليه جيمر. الكاهي العراقي نحتاجه بالعيد، يعني مستحيل يجي العيد على العراقيين
بدون ما يكون اكو الكاهي والجيمر. فاليوم سوينا لكم طريقة تحضير الكاهي سريعة وطيبة ومرتبة، ومن هذه اللي يحبها قلبكم. وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. إذا عجبتكم طريقة التحضير لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة ومميزة، وبالعافية علينا وعليكم. تفضل.